لمسة فيما يتعلق في قراءة نفسية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة وعائشة. عاش الهرج والمرج في تاريخ الأمة الإسلامية في هذا الزواج. لما تم هذا الزواج؟ تزوج امرأة كبيرة وهذا خطأ. أنت أيها الطبيب تقول 3 إلى 5، ثم نبيك من تدين بدينه يتزوج بفارق 15 سنة، ثم تأتي أيها الطبيب تقول 3 إلى 5، ونبيك نفسه يتزوج كبيرا إلى صغيرة هي عائشة. أقول في قراءة نفسية لما حدث والشرعية أترك لسيدي وأخي الفاضل الدكتور علي المالكي ربما يعرج عليه. في قراءة نفسية لهذا الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مقبلا وكان يصنع للنبوة كان ناقصا في شخصه. نعم كان ناقصا قبل النبوة أتكلم. لماذا؟ لأنه لم يتربى في حضن أمه فكان كاملا صفاته الأخلاقية الجميلة، لكن حنان الأم لم ينله، ولذا عند الزواج كان لزاما أن يتزوج من امرأة فيها صفات الأمومة لا صفات النضج فقط، إنما صفات الأمومة. احتاج خديجة فتزوجها حبا فيها، لكن خديجة بهذا الوضع أشبعت نقصا في شخصيته. لما بلغ 40 كان جزءا من تكميل النبو أن خديجة كانت في طريقه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في المقابل لماذا تزوج صغيرة؟ عائشة هذه جانب قال علماء الشريعة أنها لها خصوصية، لكن لي قراءة نفسية حول هذا الشيء فيما يتعلق بعائشة أم المؤمنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكبر يصبح شخصية الأب الكبير الذي يحب أن يرعى، فلا يناسبه زوجة إلا الفرفوشة الفريحية الإكستروفيرت بيرسوناليتي كما هي كانت عائشة رضي الله عنها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في راحة نضجه كان يعطي الأمة فكره كله، كان محتاجا إلى وعاء هو عائشة. هل يشرع، وهذه أهديها لعلماء الشريعة، زواج الكبير بالصغيرة؟ أقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أبو بكر لخطبة عائشة في قراءة لذلك النص قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو أعظم الناس بعد الأنبياء: لا يا أبا بكر. لماذا؟ إنها صغيرة. عجبي، يأخذ عائشة الصغيرة ويرفض لأبي بكر. لماذا هذا الشيء حدث؟ إنه كان يشرع من خلال أبي بكر الناس النظام لا كبير للصغيرة إلا في ظروف معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ظروف معينة. إذن هو إشباع الحاجات هو المقياس الأساسي وليس السن. وتقدير الحب يجب أن يحترم هذا الحب. ولو تكلمنا وعشنا بين أشعار العرب وما تكلم عنه العرب وما تكلم عنه الأنبياء رضوان الله عليهم في مسألة الحب وتقديره لعشنا وقتا طويلا في هذا.